السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. لو أول مرة تشوفونا يا حبايب قلبي، يا ريت تعملولنا اشتراك ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. زي ما انتم شايفين كده، ده العيش اللي انا قلتلكوا هنزله لكم، اللي كنت عامله مع الفراخ المشوية. العيش ده انا بعمله مع الفراخ، مع الكفتة المشوية بس. في مقطع كان اتحذف وانا بنزل لكم فيديو الفراخ، اللي هو انا بحط لها الفحم في الصينية. ان شاء الله هحاول انزله لكم حتى لو لوحده ان شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين ده كيلو دقيق، هو كل اللي بتحتاجيه دقيق وباكي خميرة فورية عادية، او لو عندك خميرة كبيرة بتجيبي قطع قد عين الجمل. معلقتين سكر عشان الخميرة تتفاعل وتتنشط زي ما انتم شايفين كده، وحبة مية دافيين دمع عين، يعني مية سخنة، لو سخنة هتكسر مفعول الخميرة. ماشي، اول حاجة تقوم عاملاها كده عشان تختبر الخميرة. يعني طبعا دلوقتي زي ما انتوا عارفين حاجة غلا وكده، وفاكرة دي طبعا خسارة يا جماعة. كيلو دي النهاردة بحاجة و20 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. ده منخل، اللي ما تعرفوش يا جماعة ده منخل حرير. المنخل ده حرير، بينخل الدقيق، مبينزلش منه اي حاجة خالص، مش زي المصافي. الناس اللي بتخبز هي اللي هتعرفه. ده عندي انا مش متجوزة، بيدي جوزي جابولي واحدة اللي هجيب بعد ما اتجوزت بفترة، بعد ما جبت فرن، او بمعنى اصح بعد ما جبت فرن غاز. ما شاء الله، اهو بينزل كل حاجة، يعني ما بيخليش اي حاجة في الدقيق خالص. بتدخلي، انا بحب ادخل الدقيق سواء كيكة سواء اي شيء، بحب ادخل انا الدقيق. حتى والله لو هقلي سمك برضه بحب ادخل الدقيق زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله، خلاص نخلتيه. كان عندي بقى كوباية لبن رايبة، والله كانت كوباية لبن واحدة بس هي اللي كانت رايبة. بس ما حطيتهاش عليه وهي كده، انا جبتها وضربتها في الكبة. هنا ما كانتش اتصورت. ضربتها في الكبة او في الشفشق. عايزة تضربي معاها كوباية مية كمان عادي، ما هو هياخد معاك كوبايتين دقيق، كوبايتين مية كبار او تلات على حسب نوع الدقيق. فانا ضربتها في الكبة عشان تنعم، عشان ما يبقاش مخرز، لان لو مخرز مش هيعمل. هنا على فكرة انا كنت بجيب الكبة وبضربه، هتشوفوها. شوفي والله هيك كوباية، شوفوا يعني قد علبة الزبادي كده الكبيرة. عايزة ما عندكيش لبن رايب ولا لبن عادي، حطي معلقتين لبن بودرة، احلى على فكرة واطعم من ده، بس مكانش عندي والله. كوباية زبادي تخلي برضو جميل، بس انا كان عندي بقى كوباية اللبن بصراحة هي غنت عن حاجات كتير. زي ما انت شايفة بتلمي بقى العجين معاكي. هنا هتحطي بقى الخميرة، ومعاكي بقى مية دمع العين كده، او مية دافية شوية مش سخنة اوي، عشان ما تجزريش العجينة، وعشان الخميرة ما تتفاعل معاكي وتبقى حلوة، متبقاش المية سخنة. ولو سخنتي المية اوي العيش معاكي هيبربق، يعني ما تقسيش اوي على العجينة. شوفي هنا بالمعلقة كده ما شاء الله في ساعتها وزيت ان تلاقيه لم معاكي. وانا كنت على فكرة حطيت ذرة ملح. هتحطي برضه رشة ملح فيه. شوفي، تحطي بقى المية دي انا مقدرش احددها لك، على حسب نوع الدقيق اللي انت جايباه. في عجين بياخد مية وفي عجين ما بياخدش مية، على حسب نوع الدقيق زي ما انت شايفة كده. شوفي انا كل ده لسه على فكرة ما حطيتش ايدي، يعني انا كل ده بعمل بالمعلقة كده. هنا اهو شلت بقى المعلقة. بصي بقى قرفانة، حطي قرفك فيه. لو انتي بقى بنات حلوة كده وشادة بقى على البيت بقى ومطلعين عينك، حطي قرفك فيه. حياتي وودي وسوي واعملي وده وده، حطي قرفك فيه. حماتك وقرفك، حطي قرفك فيه زي ما انت شايفة كده. تعجيني بقى، المهم انت تعجيني عجنة. كل ما هتعجيني فيه كل ما هتعملي فيه عرق، كل ما هتعرفي تبططيه، وهتاخدي منه رغيف عيش جميل. هو العيش عجين، تعجني
لغاية كده ايه، تحسي كده ان دخله هوا كده. ايوه. شوفوا بقى انا نازلة عجنة اهو. جوزك بقى مقرفك والعيال مقرفينك، حطي خلك كله في العجين. انا شوف ما شاء الله لمت في ساعتها ازاي معايا ازاي. انا مسرعتش الفيديو والله خالص ولا فصلت اهو، زي ما انتوا شايفين ما كملتش حاجة والله. معلقتين زيت بالظبط اللي كنت حطاهم يجوا 3 معالق زيت. لمي بقى العجينة بيهم بقى في الاخر. إيه العيش ده ما بتحطش فيه لا سمسم ولا اي حاجة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. مية وخميرة والسكر ورشة الملح وحبة اللبن او علبة الزبادي او معلقتين اللبن البودرة و3 معالق زيت بتلمي بيهم العجينة. خلاص لميتي بقى العجين زي ما انت شفتي كده، تسيبي بقى يخمر. هنا نسيبته ساعة. شوفوا هنا بعد ما خبر اهو ما شاء الله. كنت مغطية ببطانية عشان كنا عشان الجو برد. هنا بقى بتجيبي البلانشة بتقطعي عليها على صينية زي ما انت عايزة. بس هنا عشان احنا كنا مستعجلين خلاص ما عادش وقتها على الغدا، هتقطعي كله. حجمي بقى الرغيف اللي انت عايزاه، كبير صغير وسط. هنا انا كنت عاملة وسط لانه عيش غدا، يعني مش هيتعمل سندوتشات ولا حاجة، ده عيش هتغمسي بيها يعني هتاكلي لقمة بلقمتها. زي ما انت شايفة اهو وسط، الكورة وسط اهي. خلصي بقى الكمية كلها. ها والله ما شاء الله بيبقى جميل اوي مع المشويات، يعني بتاكليه. احنا بنحب ناكل مع كفتة ومع الفراخ بس متستطعمش بالكفتة والفراخ اللي مع العيش ده. في عيش بلدي بس ده بيبقى أطعم، بس ما يباتش بصراحة. يعني نصيحة ما تعمليش كمية وتبيتيه. يعني وانتي نفرين مثلا اعملي ربع كيلو دي بس على قد اكلك انت وجوزك. هنا عاملة ان احنا 4 نفر، انا وجوزي وبنتي وابني الصغنون ياكل كده حوالينا كده. شوفوا ما شاء الله. هنا خلاص كنت خلصت الكمية كلها. هنا شوفوا ده الكيلو مخفتش منه الا حبة قد ايه، عشان اهو في العلبة علشان اعمل بيهم بس ابطط بيهم. دي ما بتبططش بردة من تحت ولا اي حاجة، زي ما انت شايفة كده. عايزة بقى تعمليه من الشافة تعملي بأي حاجة. هو والله بيفرق، بس أنا فعلا دراعي كان وجعني بقى من العجن وكده، فخلاص بقى ما كنتش قادرة فجبت. دي على فكرة حتة ماسورة مية وانا عاملاها زي نشابة، ما ترققوهوش قوي علشان يبقى معاكي في الفرن، لان انتي لو رققتيه قوي مش هيبقى معاكي في الفرن وهيبقى رقيق وناشف مش هتعرفي تاكليه. هنا بقى بتجيبيه وبتجيبي قماشة بقى نضيفة او ملاية نضيفة او ملاية يكونوا مخصصة للعجين بس، وبتحطي بقى عليه وترصي على طبقات وتسيبيه يختمر بنص ساعة وتقوم بقى على الفرن. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم يكون عجبكم. متنسوش حبايب قلبي تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.